اي حد رايح يشتري شقه لسه تحت الانشاء بيدفع مقدم التعاقد بتاعه، ومع مقدم التعاقد بيقدم شيكات باجمالي ثمن الوحده دي. طيب لحد دلوقتي مفيش مشكله، بس المشكله بتظهر امتى؟ اول مثلا لما بيجي المطور ده بيتاخر عليه، او حتى بيكون ما بناش، بيكون يا عيني العميل عمال يشد في شعره ومش عارف يوقف اقساطه، وفي الناحيه التانيه المطور المتاخر او حتى ما سلمش عمال يلم فلوسه عادي، لان انت كده كده مقدم له شيكات بتواريخها مستحقه، هو الراجل بيروح يصرف فلوسه. طيب القاعده بتقول ان المطور مديون للعميل لحد ما يسلمه، والعكس صحيح، ان العميل هيكون مديون للمطور من بعد الاستلام. طيب احنا ليه مع مقدم التعاقد ما نعملش شيكات لحد الاستلام، ومن بعد الاستلام لما يجي بقى المطور ده بيسلم العميل نبدأ نعمل شيكات بإجمالي المبلغ المتبقي من بعد الاستلام؟ طيب انا كده اعتقد ان الفكرة دي ممكن تكون اكثر عدلا بالنسبة للمطور وبالنسبة للعميل. لو انت دلوقتي كمطور خايف ان العميل ده ما يطلعش جاد معاك في نص الاقساط او حاجه، او يخستع منك او الحاجات دي كلها، انت واخد منه كده كده شيكات لحد الاستلام. وفي نفس الوقت لو انت خايف ان الراجل ده من بعد ما يستلم ما يدفعلكش فلوس، انت واخد منه شيكات جديده. وطبعا هكون حاطط بند يعني في التعاقد ان هو مش هيستلم غير لما يعمل الشيكات الجديده. يبقى انت كده واخد على المطور ده، واخد سوري على العميل، شيكات جديده من بعد الاستلام. وفي نفس الوقت لو انت ما سلمتش العميل، العميل مش مطالب انه يدفع لك فلوس. انتوا رايكم ايه في القصه دي؟